السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. لو أول مرة تشوفني، معاك مطبخ مكة للأكلات المصرية، وأقول لك كل حاجة بكل حب وكل مصداقية. النهاردة حبايب قلبي هنعمل بقى وصفة اقتصادية، ولا فراخ ولا لحمة. وصفة كده هتفكرك وهترجعك للزمن الجميل، لما كنا بنرجع إن شاء الله من المدرسة بنلاقي بقى عجة البطاطس وعجة البيض. كان بيبقى عندنا بقى عيد وبنقعد ناكل وبنفرح جدا جدا من نفس وإيدين أمهاتنا وستاتنا. ربنا يا رب يرحم كل متوفي ويخلي لكل اللي عايش إن شاء الله. هنا حبايب قلبي، اول حاجه جبت كيلو بطاطس، كنت مقطعاه مكعبات وسبته يستوي سوا كامل على النار. وبعد كده وهو سخن، اول ما صفيته من السوائل اللي فيه، كنت بهرسه بالهراسه كده. وحطيت حبايب قلبي، كان عندي معلقه قشطه ومعلقه بقى زبده بلدي وهو سخن كده عشان تسيح وتدي طعمه. اول حاجه ان شاء الله نعملها عجه البطاطس، تحفه تحفه، وهتاكلي صوابعك وراها. عجنتها كده لغايه ما تبقى كده لينة معانا كده. وإن شاء الله الزبدة تسيح ومعلقة القشطة، ما عندكش قشطة ما فيش مشكلة، بس هي كانت معلقة عندي. حطينا نص معلقة فلفل أسمر على على كيلو بطاطس. وحبايب قلبي نص معلقة ملح. وإن شاء الله حطيت ربع بس معلقة شطة، عشان أنا مش بحب بصراحة الحاجة سبايسي قوي. ولو عندك توم باودر حطي، بس ما كانش عندي فحطيت نص معلقة اللي هو التوم الصحيح اللي كان عندي. فانت لو عندك بودر مفيش اي مشكلة. ومعلقتين زيت. وحطينا حبايب قلبي يا دوب ربع معلقة كمون بس تنكهها. وعندنا بقى البقدونس التحفة ده، حطينا بقى كده معلقتين كده ونص او معلقتين كاملين كبار، علشان بقى يدوا طعم وغناوة للبطاطس. هي بقى كده بصوا عايزة تتاكل. انما بقى احنا لسه هنعمل لها بقى البيض والاضافات التانية علشان تطلع معانا احلى عجة ان شاء الله. بصوا بقى الجمال وبصوا التحفة، وان شاء الله تعتمديها وتاكلي صابعك وراها. ونوفر شوية ونحاول في ظل الظروف الراهنة اللي احنا فيها. كده سبتها على جنب، وتعالوا بقى نعمل. عقبال ما تهدى هنعمل بقى ان شاء الله عجة البيض، وهنعمل لها الخلطة بتاعتها عشان تبرد هي التانية. حطينا بقى حبة معلقتين كده زبدة بلدي، عندك سمنة مفيش اي مشكلة. ودول حبايب قلبي كانوا 3 بصلات كبار، كنا بشراهم او ضربان في الكبة مفيش مشكلة، حطيناهم الاول. وحطينا حبة زيت طبعا مع السمنة، ونشوح بقى كويس جدا. وندي بقى نص معلقة فلفل اسمر. وحبايب قلبي دي كانت نص معلقة بس، انا يعني كنت حطيت حبة، بعد كده رجعت حطيت حبة. وربع معلقة كمون. وان شاء الله حبايب قلبي هنشوف هنعمل ايه. دي برضو ربع معلقة شطة. وان شاء الله هنعمل احلى عجة بيض في الحياة. ودي هنا نص معلقة ملح. واحنا ان شاء الله لسه برضو هنحط حاجات تانية على العجة. ونشوح كويس بقى جدا جدا علشان نعمل الخضار العسل بتاع عجة البيض، اللي ان شاء الله هتعتمديها وتعمليها على طول. شوحنا كويس بقى جدا جدا لغاية ما اللون يدبل والبصل يستوي معانا. وهنشوف هنعمل ايه الاحلى حبايب قلبي. اول ما خد اللون الاصفر كده، كان معايا 3 فلفل حبايب قلبي ده رومي، وواحدة كانت في وسطيهم حراقة. فكله كنت خلطاهم مع بعض كده زي ما قلت لك، قطعيهم او في الكبة مفيش مشكلة. وكان معانا بقى نص كيلو طماطم، وهقول لك هياخد كام بيضة وهنعمل ايه حبايب قلبي. كنت ده بقى ضرباه برضو بالكبة، عايزة زي ما قلت لك تبشريه بالمبشرة مفيش اي مشكلة. ونشوح بقى ونفضل نشوح فيهم ونسيبهم حبايب قلبي لغاية ما يتسبكوا مع بعض. والطماطم بقى كده تشرب من الخضار والبصل والفلفل وكله كده يتسبك. وان شاء الله تبقى معانا عسل عسل، عشان نشوف هنعمل ايه. هنا بقى سبتها لغايه ما ايه الطماطم اتسبكت والخلطه خلاص كده بقت زي العسل. هحطها على جنب لغايه اول حاجه ما نخلص عجه البطاطس. وبعد كده هنوصل لها، لازم تفضل يا حبايب قلبي بارده معانا جدا. هنا جبت الطاجن الصغير ده، او ممكن صينيه مقاس 20 عندك، حطيت
حبايب قلبي بقسماط، مش حابة ما فيش أي مشكلة، والكيلو بطاطس حطيت عليه 4 بيضات ورشة فلفل أسمر. هنقلبهم كويس جدًا عشان حبايب قلبي بعد ما الخلطة البطاطس اللي إحنا عملناها بالزبدة والبقدونس والتوابل الجميلة ومعلقة القشطة، ما عندكيش ما تحطيش ما فيش أي مشكلة، هنحطها إن شاء الله عليها. بُصّوا هنا كانت بردت تمامًا، ما ينفعش نحط حبايب قلبي أي حاجة سخنة على البيض علشان ما يستويش معاكِ. فلمّا بردت هنا عقبال ما عملنا الخلطة بتاع عجة البيض، كنت حطيناها زي حبايب قلبي ما قُلت لكم، حطينا ال4 بيضات ورشة الملح ونقلّب بقى كويس جدًا. وزي ما قُلت لِك مش عايزة تحطّي البقسماط، بس الطاجن اللي عندي ده هو بصراحة شكله حلو، فأنا قُلت أحُط فيه وبس بياخد لسعة من تحت، فالبقسماط ما فيش أي مشكلة، مش هيفرق في الطعم. ممكن لو أنتِ عندِك صينية تدهنيها دهنة سمنة وتحطيها مقاس 20 إن شاء الله هتطلع معاكِ مضبوطة. بُصّوا هنا بقى خلطنا البيض مع البطاطس وفضّينا بقى العِجّة يا بنات، وإن شاء الله هندخّلها الفرن لغاية هي طبعًا البطاطس مستوية وكل حاجة، هتقعد حوالي حبايب قلبي ربع ساعة، وبعد كده 10 دقايق تدّيها وِش على الشواية، وبتطلع عسل، عسل وتحفة وحاجة بقى اقتصادية كده وحاجة على قد الإيد. سويت الوِش حبايب قلبي أهو، وبعد كده جِبت بس دهنة زبدة معايا كنت مسيّحاها على النار، دهنة بقى بسيطة كده، كانت ماما ربنا يدّيها الصحة يا رب كانت جايبة لي قطعة معاها، وإن شاء الله حبايب قلبي بتدّي بقى طعم، فأنا اديتها بس يا دوب كده تلميعة علشان حبايب قلبي بيبقى بتعمل قشرة كده، بيبقى طعمها تحفة، تحفة لمّا تخش الفرن. ونضّفنا البايركس بتاعنا، وتعالوا بقى نعمل عِجّة إن شاء الله البيض، ووصفتين أحلى من بعض إن شاء الله. هنا بقى لمّا الخلطة زي ما قُلت لكم بردت تمامًا، بُصّوا كان فيها يا دوب شوية بُخار صغيرين، فأنا بقى سِبتهم بُصّوا كل فترة كده بافتحها كده يعني بالspatula علشان بس إيه، أي بخار يطلع. هنا بقى جبنا 6 بيضات وشعراية برضك فلفل أسمر، أي بيض يا حبايب قلبي لازم يتحط له فلفل أسمر، وضربتهم كويس جدًا. هنا بقى جبت حبة بقدونس، جبت حوالي 4 معالق بقدونس كده، وممكن حبايب قلبي في ناس بتحط لها معلقتين دقيق، بس أنا ما كانش متوفر عندي ما فيش أي مشكلة، يعني هو الدقيق بيعمل عملية ربط ومسك، بس لو ما فيش دقيق مش هناكل يعني، لأ إن شاء الله هنعمل أحلى عِجّة مع بعض. حطينا بقى البقدونس أهي يا حبايب قلبي، وبعد كده إن شاء الله كنت هاجيب بايركس ده بقى قُلت أنا أحطه عشان أنا بصراحة باحبها. هنا حبايب قلبي قبل ما أنسى حطيت شعراية 7 بهارات بتدّي طعم حلو بس كده، وبتبقى منكهة طبعًا، وبتبقى البهارات بتاعتها بقى مشكّلة، فبتدّي بس أنا ادّيت يعني أقل من ربع معلقة علشان بتدّي حبايب قلبي طعم حلو جدًا، جدًا لأي خضار بتخش فيه. وبعد كده حبايب قلبي كنت إن شاء الله هنا بقى يا دوب حطيت حبة ملح تاني عشان إحنا حطينا بس نُص معلقة، اتأكدت إن هو الملح بتاعها مضبوط وشوّحت كويس. وتعالوا بقى إن شاء الله نشوف هنعمل إيه. يا دوب جبت الصينية اللي هي البايركس دي علشان حبايب قلبي بيبقى شكلها حلو في التقديم، وبرضك اديتها يا دوب رشة بس زبدة، وحطيت عليها الخلطة، وبعد كده حطيت عليها البيض. عايزة تحطي البيض عليها ما فيش أي مشكلة، بس أنا بقى حطيت الخلطة وحطيت البيض ويا دوب اديته يعني خلطت البيض مع كل المكونات، وإن شاء الله كنا هندخلهم الفرن، وأحلى إن شاء الله عجة تاكليها تحفة تحفة، وإن شاء الله تعتمديها وتعمليها على طول. هي بصراحة كانت عايزة معلقة دقيق زي ما قلت لكم، هي بتعمل لها عملية ربط بس ما كانش متاح عندي، ما فيش أي مشكلة، هتطلع أحلى عجة في الحياة وطعمها تحفة يا بنات. وإلا بقى تاني يوم لو فات قطعة ما شاء الله عليها بقى بحبة عيش دي إن شاء الله بقى هتاكلي صوابعك وراها. بصوا هنا خلاص جهزهم وحطيناهم في الفرن، هي البيض مش هياخد وقت، ودي البطاطس برضك مستوية خدت ربع ساعة، وبعد كده حطيتها 10 دقايق على الشواية والبيض برضك ياخد يا دوب بس القشرة البسيطة بتاعته دي. وبعد كده بقى زينا بحبة بقدونس يا بنات، ومعنا حبة عيش شامي وحبة طماطم بقى عملتهم بخلطة كده تحفة تحفة. كنت عاملاهم بتوم و
كمون وشطة وملح وليمون وخل وخلطة كده بقى وحبة فلفل أخضر، وكانت خلطة عسل عسل. عندك ترش حطي، عندك الخير كله. ووصفة بقى اقتصادية 100%، وهترجعك كده وتفكرك بأيام زمان، ربنا يديهم الصحة يا رب. أمهاتنا كانت بتعملهم لنا، وبالهنا والشفا. اتفضلوا معانا حبايب قلبي. لو أول مرة تشوفني، يلا بقى اعمل لي متابعة واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. بص بقى اقطع لكم خرطة حبايب قلبي تحفة. وطبعا هي ما بتاخدش وقت في البايركس الازاز دون، علشان البيض سريع بيستوي على طول. وهوريكم بقى المنظر والتحفة والجمال بقى، وطعمها بقى في منتهى الجمال. وبصوا قطعة بقطعتها. والصينية دي حوالي كانت 20، كانت مقاس 20، فطلعت تحفة على الست بيضات. وزي ما قلت لكم البطاطس خدت 4 كيلو، خد 4 بيضات. عايزة تحطي 5 مفيش أي مشكلة. بصوا لما بتقعد طبعا وبتبرد بتاخد بتبقى البطاطس بتبقى ماسكة عن كده، بس البيض اهو متماسك. وبتبقى تحفة وما شاء الله عليها تحفة بقى، ومش قادرة أقول لكم في الطعم والجمال. يلا إن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة، وإن شاء الله حبايب قلبي إن شاء الله تعملوها وتبقى عسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله ورعايته.